الحب مشاعر جميلة جدا ودافئة جدا تجاه الآخر وتجاه الذات. حتى الواحد بيبقى في أحسن حالاته النفسية، لكن دايما أقول إن هذه المشاعر لا تشير إلى ارتباط ناجح. ليه؟ لأنه في بعض العناصر المرتبطة بالمشاعر، أو زي ما بيقولوا العلماء التأجج العاطفي، أو بمشاعر الحب كما اتفقنا. أول حاجة إن هي لا تشير إلى الارتباط ناجح. ما تخليناش نطمئن إن ما دام بنحب بعض وارتبطنا يبقى علاقتنا هتبقى ناجحة. ملوش علاقة بكده زي ما قلت. حاجة تاني إنه مع الانفعال العاطفي، لما يبقى الواحد منفعل عاطفيا، هذا الانفعال حبا، عقل الإنسان ومخ الإنسان مش بيمشي بالصورة المعتادة، بيقل النظرة التحليلية والنظرة النقدية والاستنتاج المنطقي، الحاجات اللي هي القدرات الذهنية بتقل جدا. فأنا حينما أنفعل حبا بيبقى مخي مش شغال بالصورة المعتادة، وبالتالي مش بقدر أقيم الآخر بصورة جيدة. حاجة أخرى إنه التأجج العاطفي أو الحب ليه ما يسمى التايم فريم، يعني ليه وقت معين حتى واحنا مش حاسين كده ابدا، لكن هو بيدخل في منحنى بيزيد وبعدين بيقل تاني. لازم يمر وقت، مش بتكلم هنا على سنوات، بتكلم على اسابيع وشهور، هنطلع وهيبتدي يقل شويه بشويه. فاذا ما ينفعش اعتمد عليه في اتخاذ قرار ارتباط، لانه هذه المشاعر لن تدوم. هتقعد فتره جميله ودافئه لكن لن تدوم. حاجه اخرى في هذه المشاعر، مشاعر عموما منها مشاعر الحب، هو انه المعيار الاخلاقي بيقل. دي حاجة مبهرة وغريبة ومزعجة شوية، ان احنا نحس انه انا لما ببقى في حالة حب معياري الاخلاقي بيقل، بمعنى ان انا بعمل حاجات انا اؤمن جيدا انها مش صح، وبقول حاجات وبتصرف بطرق معينة وأنا مقتنع أن دي سلوكيات لا تليق، سلوكيات غلط. فلما ببقى الانفعال العاطفي قوي جدا، وأوقات الاثنين المحبين يقعدوا يعملوا حاجات تزود مشاعرهم تحت الظن أن كل ما بتزيد المشاعر كل ما ده بيشير إلى نجاح العلاقة. زي ما قلت ده لا يشير إلى نجاح العلاقة، بس كل ما بنزود الانفعال كل ما بنلاقي ان احنا جاهزين انه نعمل او ميالين ان احنا نعمل سلوكيات لا نرتضيها، سلوكيات نؤمن انها سلوكيات خاطئة، ونحمل انفسنا مشاعر من الذنب تجعل هذه العلاقة تصبح علاقة سيئة.